مين يصدق بصدر فرخة واحد هنعمل 20 رول من دجاج الفراخ الاقتصادي. هنعمل أكلة اقتصادية جدا، تقدري تعمليها سندوتشات أو جنب حبة مكرونة، ومش قادرة اوصفلكوا الأطفال هتتجنن عليه. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بحبكم في الله، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، وكمان كومنت حلو زيكم تشجعوني بيه. هنا بقى جبت الكبة ورحت نازلة ببصلتين وسط. لو البصل بتاعك كبير قوي انزلي ببصلاية واحدة، ونزلت بنص طماطمايه عشان ما كانش عندي فلفل احمر يا دوب بس اللي هي تديني لون. طبعا لو عندك فلفل احمر بلاش تحطي نص الطماطمايه، بس لو حطيتي نص الطماطمايه اهم حاجه ان انت تشيلي القلب. هنا بقى ابتديت ان انا انزل البصل عشان الكبه كبيره والكميه صغيره، تعبتني شويه. لو الكبه طبعا عندك اصغر من كده هتبقى احسن وهتنفعك كتير، بس انا للاسف ما عنديش الكبه الصغيره، عندي الكبه الكبيره ديت. هفضي بقى البصل في طبق، ومطرح البصل والطماطم اللي احنا عملناهم مع بعض حطي نص كيلو من شاورمة الوراك. ايه ده؟ طب انت قلت لنا اللي هي صدر فرخة. طب ما انت ممكن تقدري انت تستخدمي شاورمة الوراك او حتى شاورمة الصدور، حسب ايه اللي انت حباه. انا كان عندي وركين ورحت خلياهم وكده، يعني يا دوب بس شلت الجلدة اللي فوق، وطبعا خليتها من العظم، وهبتدي بقى اللي انا اضربهم. طبعا في شاورمة وراك بتتباع عند الراجل جاهزة لو انت حابة تجيبيها. هنا بقى الكبة كانت معصلجة معايا شوية. طب انا ما عنديش كبه، يبقى انا كده مش هينفع اعمل الوصفه ديت. لا هينفع، تقدري مثلا تجمدي صدر الفرخه في الفريزر وتبشريه بمبشره، او تقدري ان انت تجيبي ايد الهون، وتجيبي الهون واللي انت تضربيهم يعني في الهون وكده. هنا بقى ضربتهم وخليتهم فرم ناعم جدا. طبعا زي ما انتم شايفين نزلت طبعا بالبصل والطماطم اللي احنا ضربينهم مع بعض، وزي ما قلت لك ما تكتريش الطماطم، انا دوب بس عايزه اللي هي تدي لون للوصفه اللي احنا هنعملها. ونزلت طبعا بالشاورما، سواء بقى وراك او صدور هتنفع. نزلت بيها بعد ما فرمتها فرم ناعم. التوابل بقت بسيطه جدا. نزلت اللهم صل على النبي بكاري، حبه من الكركم، بصل بودر، نزلت كمان بفلفل اسمر، ونزلت برشه من جوز الطيب ورشه من السبع بهارات. طبعا التوابل بتاعتنا بسيطه موجوده في اي بيت، ان شاء الله هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. هنا بقى المكون السحري اللي هيحول الوصفه بتاعتنا وهيضاعف الكميه. حطيت معلقتين من البقسماط، انا استكفيت بمعلقتين من البقسماط بس عشان عايزه طعم الفراخ يبقى قوي في الوصفه بتاعتنا. طبعا لو انت حابه ان انت تضاعفي الكميه اكتر ممكن تحطي 4 معالق من البقسماط، او حتى اللهم صل على النبي 5، يعني حسب الكميه ايه اللي انت حابه. ونزلت كمان بنص معلقه بيكنج باودر، والبيكنج باودر اساسي ما ينفعش انت تستغنى عنه. هنا بقى هعجنها كويس قوي، وطبعا لو صحتك على قدك ممكن تقدري تحطيها في الكبه، بس انا حبيت ان انا اقلبها كويس قوي، او اللي انا اعجنها كويس قوي حسب ما انت هتسموه، اللي انا اطلع غل فيها يعني. انت عارفين طبعا ستات مصر بتبقى مبقوقه شويه. هنا بقى دهنت الصينيه عشان احنا هنحط اللهم صل على النبي الفراخ فوق بعض اللي هي ما تلزقش وكده. دهنتها دهنه خفيفه من الزيت. هنا وانا بعمل لكم الشكل دوت لقيت اللهم صل على النبي الفيديو قطع، وانا ما كنتش خدت بالي. خدت بالي في الاخر، حبيت بقى ان انا اصور معاكم تاني من الاول. هو الموضوع سهل وبسيط، هتدهني ايدك زيت عشان ايه ما تلزقش. انا كنت دهنها زيت على خفيف، راحت ايه لزقت، هضطر ان انا احط حبه تاني. قلت ايه بطلي البخل اللي فيكي وكتري شويه، مش بخيله والله. بس انا قلت يعني حرام بدل ما يترموا كده. هتبصي هتشكليها بقى اي شكل انت عايزاه. انا حبيت ان انا اشكلها على شكل برجر، انا عندي مكبس البرجر، بس انا حبيت ان انا اشكلها على ايديا عشان الناس اللي ما عندهاش مكبس البرجر. ممكن تقدري تعملي زي همبرجر، ممكن تقدري برضه تعمليها شكل الستريبس زي ما انا بعملها كده، يعني حسب اي شكل انت عايزاه. ممكن تقدري تعمليها على شكل كفته، ممكن تقدري تعمليها على شكل دواير. يعني بص اي انت حباها هتنفع. انا هنا عاملها لكم على كذا شكل، هعملها على شكل ستريبس وشكل برجر، شكل كفته وشكل دواير، اي بقى شكل انتوا حابين اعملوه. هنا بقى شكلت كذا واحده معاكم. هو الموضوع سهل وبسيط، بس زي ما قلت لك اهم حاجه إن ايدك حبه من الزيت، ما تكتريش في الزيت قوي عشان الاسعار نار. هنا بقى اللهم صل على النبي، انا حبيت اعمل لكم الوصفه ديت، بجد فكره حلوه قوي وبعملها على طول. وكمان تقدري انت تخزنيها في الفريزر. هترصيها على صينيه، ومجرد ما هي هتجمد هتروحي عاملاها زي ما انا ما هعملها في الاخر، وهتشيليها وتطلعيها على القلي على طول. وممكن تقدري برضو ما تعملهاش كفر، وتروحي اللي انت عاملاها كده تشويها على الجريل او حاطه في طاسه، برضو هتبقى حلوه جدا. يعني في اي نكهه انت حباها هتنفع، بس بجد جميله واقتصاديه وحلوه جدا. هنا بقى جبت بضايه ورشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر، ونزلت بنص كوبايه من اللبن. انا كنت هنزل بالكوبايه كلها بس حسيت اللي هي هتبقى كتيره قوي، وزي ما انا ما اكتشفت طلع الموضوع صح.
كويس ان انا نزلت بنص كوبايه بس. هنا بقى جبت البوله، بس واسعه شويه عشان دوت الكفر اللي احنا هنجهزه للبانيه. انا طبعا دخلته الفريزر اللي هو يجمد شويه عشان انا اعرف امسكه. هنا بقى جبت نص كوبايه من الفيجيتار على بقسماط، ونص كوبايه من الكومبي فريكس دوت ما بعرفش انطقها اسمه ايه، كومبي فريكس او مش عارف، ما علينا يعني اي اسم. ورشه من الفلفل الاسمر، ورشه من الكاري، ورشه من الكركم، ورشه كمان اللهم صل على النبي من الملح، مش هكتر التوابل قوي. وحطيت معلقه من النشا ودوت اساسي. وحطيت برضو نص معلقه بيكنج باودر عشان احنا عايزين الكفر كده يبقى منفوش وحلو. هدوم بقى تقليبه حلوه جدا، حلوه جدا يعني شايفين تقليبه. هنا بقى كنت دخلت الكميه الفريزر. طبعا في طبق تاني بس انا مش عارفه امسك التلاتة، مسكت اتنين. ما شاء الله طلعت معايا كميه حلوه. يعني انا قليت الكميه اللي انتوا شفتها ديت، انا قليتها وكمان كنت شايله حوالي 5 وحدات او 6 وحدات في الفريزر. هو الموضوع بجد سهل وبسيط وحلو قوي يا بنات. لو وصلتوا بقى للحته ديت، امان عليكم ما تنسوش اللايك. اللايك ما بيكهربش، بس بالعكس زي ما قلت لكم كل مره بيرفع لي الفيديو وبيساعدني وبيديني باور اللي انا في الفيديو اللي بعديه. هنا بقى باخد بقى اللهم صل على النبي بالراحه، عشان طبعا هي لسه طريه ما خليتهاش. يعني انت المفروض تخليها لمده نص ساعه في التلاجة عشان تعمليها براحتك وتعرفي تمسكيها. انا كنت وكانوا جعانين جدا، وكنت الصراحه عايزه اخلص لكم الفيديو عشان انا انزله. انا هنزله ان شاء الله النهارده، يعني انا لسه مصوراه ويا دوب بس كله وقمت ان انا اسجل. مش قادره اوصف لكم بقى على الريحه والطعم ده، انا جعت والله تاني شكلي اقوم اطلع اللي في الفريزر. هنا بقى اللهم صل على النبي بنزله الخلطه اللي انا عاملاها. اول حاجه بنزله في الحليب والبيض، وبعد كده في الخلطه اللي انا عاملاها اللي انا بعمل الكفر حلو قوي. واهم حاجه اللي انت ما تخليش الكفر تخين جدا، وفي نفس الوقت اللي هو مثلا ايه، ما يبقاش في حتت مكلكعه. يعني انت الشوكه اللي هتطلعي بيها ما تحطهاش في قلب الفيجيتار والحاجه اللي احنا عاملينها عشان اللي هي ما تتبلش. انتوا فاهميني طبعا، واصله لكم. هنا بقى اللهم صل على النبي سخنت الزيت كويس، بس وطيت النار وانا بنزل عشان مش زي كل مره يعني الكاميرا تتملي كده ايه من الزيت. طبعا انتوا فاهميني، واصله لكم المعلومه. هنا بقى نزلت الكميه، مش قادره بقى اوصف لكم في اللحظه ديت الريحه. الريحه تحفه 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 يا بنات. هدي النار عشان طبعا الفراخ نيه، عايزين نسويها على نار هاديه. مش قادره اوصف لكم بقى الطعم احلى من البانيه مليون مره. ليه بقى؟ عشان احنا متبلين اللحم كويس، وطبعا متبل من جوه وشارب من التتبيله اكتر واكتر. شايفين شكل الكفته عامله ازاي؟ حلوه قوي قوي. لا لازم تجربوها. لا انا هم يا بنات قال اللي جوه على فكره مع برجر بقى حبه مكرونه. انا الصراحه كنت عامله حبه مكرونه بقى سباكيتي مشطشطه، ومش قادره اوصف لكم على الجمال. شايفين مقرمشه جدا، كان نفسي اسمعكم الصوت بس عيالي كانوا ما شاء الله ملعلعين. شايفين شكل الطبق؟ بجد تحفه. انتوا ذات نفسكم احكموا وقولوا لي ايه رايكم. تعالوا بقى نفتحها من جوه ونشوفها مستويه ولا لا. مستويه ودايبه دوب، يعني كلمه دايبه دي قليله. شايفين برضو البرجر؟ ممكن برضو تحطيه برضو في عيش كايزر، مع حته جبنه رومي، مع طماطمايه، مع قطايه، مع اسمها ايه، خيارايه وهتبقى ايه اكله جميله برضو. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه والكومنت حلو زي كنت تشجعوني بيه في رعايه الله.